اي شو سبيد واحد من عمالقه ستريم الاجنبي واللي قدر باسلوبه المجنون يوصل لاكثر من 40 مليون سبسكرايب في اخر 3 سنين ليه في يوتيوب. ففي هذا الفيديو غندويو على مسيره سبيد كامله من بداياته لكيفاش ولا اشهر ستريمر في العالم، واهم حاجه هي حقيقه التضامن ديالو مع القضيه الفلسطينيه، واش بصح ولا لا. المهم بذكر هذا الموضوع هذا غنبغيكم كلكم تدعيو مع الاخوان ديالنا في فلسطين، وإلا طلع لك اي فيديو عليهم كنتمنى تبارطاجيه حيت راك كتفيدهم بزاف. فالمهم في هذا الفيديو غادي نتعرفوا بزاف د الحوايج على سبيد اللي غنطلب منك دابا تهبط دير معاك ديك سبسكرايب ولايك، ويلا نبداو هذا الفيديو. دارين واتكنز جونيور اولا المعروف باسم سبيد غيتزاد في واحد العائله اللي كيف ما كنقولوا على قد الحال في 1 جانفي 2005 في ولايه اوهايو، وبالضبط في مدينه سينسيناتي بامريكا، وحاليا عنده 20 عام. على ما كنظن لاشين يوتيوب ديالو غتكريا في 2016، ولكن اول فيديو ليه غيتلاح في 2017 واللي كان على واحد اللعبه ديال الباسكتبول اولا كره السله، وغيدير اول لايف ديالو في 2019 واللي كيقصر فيهم فورتنايت و ان بي اي. ولكن كيف ما عارفين البدايه في يوتيوب ديما ما كتكون صعيبه، داكشي علاش ما كانوش كيشوفوه بزاف ديال الناس واللي هما والديه وخوه والصديق ديالو. فمني شاف انه حتى واحد ما كيتفرج فيه غيعتزل وغيحبس كلشي. ولكن في 2020 ومني جا الوباء ديال كورونا كيف ما عارفين كنا تلزمنا نبركو في ديورنا، وديك الساعه ما كان ما يدار ديال بصح. فسبيد بحال غادي يعاود يرجع ليه الشغف ديالو، خصوصا ملي غيزيد يدعمو الصديق ديالو اللي كان كيتفرج فيه في الاول، فغادي يرجع بواحد الجهد اللي مدوبل. ولكن كيلاحظ نفس الحاجه، وهي انه المشاهدات طايحين بزاف، تقريبا كتجي شي 10 المشاهدات في لي لايف ديالو، وكتجيه 150 مشترك للسيمانه. كيفكرني غير في راسي حاليا انا صاحبي. المهم كيف ما قلت لكم النمو ديالو كان ثقيل بزاف، ولكن هادشي هذا غير في الشهور الاولين، حيت من بعد واحد المده وشويه بشويه غيبدا يلاحظ ارتفاع في عدد المشاهدات في اللايف ديالو، ولات كتجيه تقريبا 1000 اشتراك في السيمانه، وهو غادي مكمل والارقام كتزاد بواحد السرعه اللي كبيره. ودابا غتكون كتسائل شنو اللي خلاه يدير هذا الانتقال المفاجئ وفي واحد المده اللي قليله. فكيف ما قلنا قبيله هو ديك الساعه كان الحجر الصحي وكلشي مقابل يوتيوب، فهادشي اللي خلى الناس يدخلوا عنده ويتفرجوا فيه. فهذه الحاجه الاولى. اما بالنسبه للحاجه الثانيه او الاستراتيجيه اللي كان دار، هو انه فيما كان كيستريمي اولا كيدير شي لايف كان كيريكورديه وكيقطعوا الافضل اللقطات وكان كيبوستيهم في تيك توك، وهادشي اللي خلاه يتنشر بواحد النطاق اللي واسع وقدر يوصل حتى لعند العرب. وسبيد كانت عنده واحد الطريقه ديالو خاصه في الستريم، وهي اللي خلات الناس اصلا تحمس تتفرج فيه، وهي التعصب والتمجنين اللي كان كيدير في اللايفات ديالو، بحال هاد اللقطه هادي. فهادشي خلاه يكون اونيك ومختلف بزاف على ستريمرز الاخرين، حتى انه المتابعين ديالو ولاو كيشدوا دوك الكليبات ديالو اللي كيصور وكيخرجوا عليه ميمز، وكانت هذه وحده من الحوايج اللي ساهمت في الشهره ديالو. ولكن في واحد اللحظه غتجي واحد الحاجه اللي غتصدم كلشي، وهي انه غادي يتبانا من ستريمات في يوتيوب، والسبب انه يوتيوب كيتسحبوا انه عنده قل من 13 عام، حيت الا كانت عندك قل من 13 عام يوتيوب ما كيسمحش لك انك تحلي لايف. ولكن يوتيوب وطف واش دابا هذا كيبان لكم عنده 12 عام؟ من موراه بواحد شويه ديال الوقت يوتيوب غيصلح الغلط ديالو وغادي يرد لي لايف في القناه وغيرجع للستريمات عادي وكانه حتى شي حاجه ما كانت واقعه. وتما فين غيبدا يوصل لواحد الارقام اللي خياليه، واخا تسمعوا انه بدا كينجح ولكن راه داكشي اللي كان كيوقع ليه كيحطم بديال بصح. بحال ان الام ديالو ما كانتش باغاه يدير هادشي هذا وكانت باغاه يديها غير في قرايته، بحال هذا اللايف هذا اللي كان داير حيت غيوصل ل 600 كا او 600 الف مشترك، وخونا كان فرحان بزاف. ولكن الام ديالو غتدخل عليه البيت وبدات كتغوت عليه وكتقول ليه اسكت، وبدات كتحطم فيه. المهم نخليكم مع الفيديو. You know what, bro? Hell no. 600K. Mom, come on. I don't give a fuck. Alright, okay, alright. I don't give a fuck. Alright. I'm gonna be on the recording. Okay, alright. Damn. Money popping up and shit. ومن هنا غيخرج واحد الموضوع واحد اخر، وفين كلشي بدا كيتسائل واش الام ديال سبيد كتكرهو. المهم هذا موضوع واحد اخر بعيد على هادشي هذا، الا بغيتونا نديروا ليه فيديو قولوها ليا. فالمهم الامور ما كانت سهله عنده، غير هو قدر ينتشر بالزربه، وفي وقت وجيز قدر يوصل لمليون سبسكرايب، ومن بعدها 2 ومن بعدها 5 و10. فخونا تفرقع بزاف في كاع لي بلاتفورم، وبسبب هذا الانتشار ديالو غيوصل للعرب كيف ما قلت لكم قبيله. في واحد المره سبيد غيكون لاعب فيفا وغيطيح ضد واحد الدراري عرب مسلمين، وداروا بيناتهم واحد التحدي اللي غيخسر غادي يخلص، ولكن الدراري غادي يربحوا وغادي يقولوا ليه غير خلي فلوسك عندك ولكن عاود مورانا داكشي اللي غادي نقولوا.
له، والصدمه في داكشي اللي غادي يقولوا ليه. What do I have to say bro? اصبر نخليه يحلق حاجبه ثاني ولا نخليه يا رجال خليه يدخل الاسلام. What? Okay, listen speed, listen. You have to say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. welcome. What did I just say? Okay. كمل. Okay, now وأشهد why I should do أن محمد عبده ورسوله. الله أكبر. سبيد. welcome. سبيد. الله أكبر. فكيف ما شفتوا خونا زاد ديانه فوق الديانه ديالو، وهو فرحان وما ناقصو حتى خير، وتبارك الله عليه مع دخل الاسلام خرج منه في البلاصه. فمن هنا كتبدا الرحله ديال سبيد في تعلم اللغه العربيه. مرحبا اسمي السرعه. المهم حاول، ولكن العرب استغلوا هذه الفرصه وبداو كيعلموا شي حوايج على الدين ديالنا، وفي واحد اللايف غيطلقوا ليه القران، والصدمه شوفوا شنو وقع. There is translated Quran actually. هنا كنلاحظوا انه القران قادر ياثر على اي واحد واخا ما يكونش مسلم، ولكن سبيد هنا غيخدم الاي كيو ديالو وغيستغل العرب واحد استغلال اللي فادو بزاف، خصوصا من بعد الانتقال ديال رونالدو لفريق النصر. وكيف ما عارفين سبيد عزيز عليه رونالدو لواحد الدرجه اللي كبيره، فمن مورا ما شاف رونالدو انتقل للنصر غيقرر يبدا يزور البلدان العربيه وبدا كيلبس اللباس ديالهم. وهنا غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي مهم واللي كنا طرحناه في البدايه ديال الفيديو، وهو واش سبيد كيدعم القضيه الفلسطينيه؟ والجواب على هذا السؤال هو yes ولا في نفس الوقت. انا غادي نقول لكم علاش سبيد ما دعمش فلسطين حيت هو باغي يدعمها، بل حيت شاف رونالدو دعم القضيه الفلسطينيه. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. Free Palestine! داكشي علاش حتى هو غادي يدعمها، يعني بحال غير تبع رونالدو. فكون رونالدو ما دعمش فلسطين، سبيد حتى هو غادي يتبعو. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره ديالي. المهم نرجعوا لموضوعنا. المهم بعد هادشي كامل وبلا ما نكرو، سبيد غادي يدير الفلوس ديال بصح. فخاصنا نستنتجوا واحد الحاجه من هاد القصه هادي، هو انه ما عمرك ما خاصك تحطم وتقول انا فاشل وتحبس، لا بالعكس خاصك تقاتل وتطور من راسك. واخا انني دابا عارف اني باقي ما وصلتش شي مستوى اللي كبير واللي يخليني نقول هاد الهضره هادي، ولكن كنقول في واحد النهار غادي نوصل حتى انا وغنفوت داكشي اللي كنحلم به. وانت نفس الحاجه، حاول ما ديموتيفاش واخا يكون كلشي ضدك. والا كنتي كتفكر دير شي حاجه دابا ولا كنتي باغي تبدا في يوتيوب، فننصحك انك تبدا، فانت اصلا ما خاسر والو، بدا وتعلم وان شاء الله في واحد النهار غادي توصل. المهم هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وبغيتكم كاملين تهبطوا لي كومونتير وتعطيوني الراي ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.